طبعا كلنا شفنا الصورة دي وعرفنا ان منصة نتفليكس عاملة فيلم عن الملكة كليوباترا، بس مش دي المشكلة. المشكلة ان كلنا عارفين ان الملكة كليوباترا تاريخيا هي ملكة مقدونية، بنت الملك بطليموس ال12، وانها حكمت مصر في عصر البطالمة، وانها واحدة من الملوك البطالمة اللي حكموا مصر بعد الاسكندر الاكبر. فليه بقى هم مصورينها انها ملكة افريقية وهي اصلا من مقدونيا، مش مصرية اساسا ولا عربية حتى؟ دي ملكة أجنبية، يعني المفروض إن بشرتها تكون بيضة وإنها شقرة كمان. طب ليه هم مصورينها إنها ملكة أفريقية بالملامح الأفريقية؟ لأن ده ببساطة شديدة هو ترويج لفكرة الأفروسنتك، أو دعم الفكرة الأفروسنتك. إن هم بيدعموا الفكر الأفروسنتك ده، إن هم المجموعة دي بتقول إن الحضارة المصرية هي في الأصل حضارة أفريقية، والأفروسنتك دول هم مجموعة من الأفارقة الأمريكان، يعني هم في الاصل امريكان ومضطهدين من امريكا هناك، فبيدعوا ان هم اصلا اصحاب الحضاره المصريه، وان الحضاره المصريه هي حضاره اجدادهم، وان هم اصحابها الحقيقيين، وان احنا كمصريين دلوقتي احنا محتلين لمصر، وان احنا سارقين منهم حضارتهم ونسبناها لنفسنا، وان حضاره مصر هي بالنسبه لهم حضاره افريقيه، وانها حضاره اجدادهم. وقالوا على دوت ادله كتير جدا ملهاش اي علاقه بالواقع، ولا هي صح من الأساس. حضارة مصر القديمة هي حضارة مصرية. اللي بيحصل دلوقتي ده هو محاولة لسرقة تاريخنا، ومحاولة لسرقة هويتنا المصرية، وكمان محاولة لسرقة أرضنا، لأن لو التاريخ والهوية اتسرقوا فشكرا الأرض ضاعت. اللي بيحصل معانا دلوقتي ده هو نفس اللي حصل مع فلسطين، لما اليهود ادعوا ان فلسطين ارض اجدادهم، وان هم عايزين يرجعوا ارضهم، وساعتها انجلترا دعمتهم بعد الحرب العالمية التانية. اللي بيحصل دلوقتي برضو الافارقه بيعملوا كده، اللي هم الافروسنتك، ان هم بيدعوا ان مصر هي ارضهم الحقيقيه، وان الحضاره المصريه هي حضاره اجدادهم، وان مصر ارض اجدادهم، وان هم عايزين يرجعوها، وفي دعم ليهم قوي. والدليل ان منصه نتفليكس عملت فيلم بيدعم الفكره بتاعتهم دي، وبيصور الفكره بتاعتهم دي ان ملوك مصر هم في الاصل ملوك افارقه. ما ينفعش نسكت عن اللي بيحصل حوالينا ده ونكبر دماغنا، لان ببساطه شديده بعد 100 سنه هنلاقي نفسنا بلا تاريخ، بلا حضاره، بلا هويه، وكمان بلا وطن. لان ببساطه شديده لو التاريخ والحضاره والهويه اتسرقوا، الوطن كمان سهل ان هو يتسرق، زي ما حصل مع فلسطين بالظبط. فلازم ان احنا يبقى عندنا الوعي الكافي بتاريخنا وحضارتنا، لازم نبقى عارفين يعني ايه حضارة مصر القديمة، ونبقى عارفين قيمة الحضارة دي اللي هما بيحاولوا دلوقتي يسرقوها. وحضارة مصر القديمة هي حضارة مصرية، وأجدادنا كانوا شبهنا زينا كده، وكانت بشرتهم بشرة قمحية زينا بالظبط، ما كانوش زنوج ولا كانوا أفارقة. والدليل ان في جداريات كتير قدامكم في مقتنيات توت عنخ امون، وجداريات كتير زي مثلا جدارية الملك رمسيس الثاني، وجدارية الملك رمسيس الثالث، وجداريات تانية كتير بتوضح الفرق ما بين الملامح المصرية اللي هم ملامح قمحية زينا كده، وملامح بتاعة الأعداء اللي هم أعداء مصر، اللي منهم كانوا الأفارقة والزنوج بالتحديد. والمصري القديم وضح الملامح ديت، ووضح الفرق ما بين ملامح المصريين اللي هم أصحاب الوطن الحقيقيين، والملامح بتوع الأعداء اللي هم الأفارقة السود، وباقي الأعداء اللي كانوا موجودين لمصر. لازم ان احنا يبقى عندنا وعي كافي، ونبقى عارفين قيمة تاريخنا وقيمة حضارتنا كويس قوي، وهنبقى عارفين قيمة الأرض اللي احنا عايشين عليها دي.